واحد شخصيته فعلا بتتغير للأسوأ بسبب علاقة هو فيها، بسبب إن أقرب حد منه بيزقه إنه يكون شخصية مختلفة عن نفسه. في واحد الأهداف بتاعت حياته بتتغير للأتفه بسبب إن أقرب حد منه بيحطه في ضغط شديد طول الوقت، فما بيكونش عنده طاقة إن هو يركز في الهدف اللي كان حاطه لنفسه. بيبقى عايش خلاص علشان ينجو من الموقف بتاع كل ربع ساعة أو نص ساعة اللي هيحصل ويستنزف طاقته، فبيكون الأسهل إنه حياته تبقى أتفه شوية عشان يقدر يستحمل الضغط اللي عليه في العلاقة دي. أيوة، العلاقات ساعات كتير بتبقى هي العامل الأساسي اللي بيدمر حياتنا، بيبوظ شخصيتنا وبيبوظ أحلامنا الكبيرة اللي كنا حاطينها لنفسنا. العلاقات من العوامل الأساسية اللي يا إما بتساعدك تكون نفسك وتكون نسخة أحسن منك في كل يوم، أو إنك تعيش حياة بائسة جدا بتحاول بس فيها تنجو من الاستنزاف اللي بيحصل لك، مقابل إنك تستمر في العلاقة وما تكونش لوحدك. هو انت بتنزلي من غير ما اقول ولا عاجبك العيل الزباله اللي عمال يعكسك ده؟ مش هو قال كلمتين واديته اللي فيه نصيب ومشي؟ لا والله قال كلمتين ومشي الحمد لله. كان انا اسف المفروض كنت اتاخر عشان يجي يقول كلمتين ويقعد. لا يا حسن انا مش قصدي، انت فهمتني غلط. ما ده ايه الزفت اللي انت لابساه ده؟ طب ما هو لازم يعكسك، ولا هيعمل ايه يعني؟ ده كويس ما خدتيش معاه البيت. طب ما انا كنت لابسه معاك قبل كده. لا بس كنت زفت معاه انا، انما نزلي بيه ليه لوحدك دلوقتي؟ ولا انت عايز تعكسي؟ يا حسن انا مش عايزه اتعاكس فيه. ما بلاش زفت بقى، اعملي هبله بقى ومش فاهمه حاجه. انا ابو دي طريقه. لا حسن على فكره ما بحبش طريقه الكلام دي. انا اكلمك زي ما انا عايز، انا بقول لك الحاجه مره واثنين وثلاثه وتعمليها تبقى غبيه، وانا ما استحملش الغباء ده. علاقات قذرة للأسف كتير مننا بيعيش في علاقات وبيجربها بتكون للأسف نموذج سيء جدا للعلاقات. احنا هنحاول نتكلم مع بعض في الكام حلقة اللي جايين على نقط أساسية جدا في العلاقات. مش بنتكلم بقى على المشاكل الكبيرة قوي الضخمة اللي محتاجة أخصائيين علاقات، احنا بنتكلم في حاجات بديهية جدا بس أغلبنا مش بيحافظ عليها، وبالتالي بتكون علاقاتنا نماذج سيئة جدا وصعبة. خلينا نقول إن أول نقطتين كده ممكن نحطهم قصاد بعض وكأنهم بيوزنوا بعض، إن أنا من واجبي إني أطور من نفسي ومن حقي أكون مرتاح. الحاجتين دول ليه اتحطوا قصاد بعض وكأنهم بيوزنوا بعض؟ لأني ساعات كتير في سبيل إن أنا أكون مرتاح في علاقتي أنا اللي بتجاوز، فأنا اللي بحافظ على نقط ضعف عندي هي المفروض أشتغل عليها وأحاول أغيرها. لكن لأ، تحت عنوان إن أنا محتاج أكون مرتاح ومن حقي أرتاح في العلاقة بتجاوز وبتمادى في نقط الضعف اللي عندي. عشان كده بنوزن بالشكل ده إن أنا واجبي ناحية نفسي إني أكون بطور منها، إني أشوف نقط الضعف اللي عندي وأحاول أظبطها، ومقابل دوت أنا من حقي أكون مرتاح في العلاقة. خدوا بالكم إن إحنا بنتكلم مش بس في علاقات الارتباط، بنتكلم عن أنماط العلاقات المتكررة في حياتنا، سواء صداقة قريبة جدا أو بداية ارتباط أو ارتباط فعلي وخطوبة وجواز. كتير جدا من علاقاتنا بتفشل وبتكون صعبة قوي لأننا مش بنركز في حاجات بديهية جدا فيها. لما بنركز في الحاجات البديهية دي كل حاجة بتبقى 100 فل و14. لا، بنواجه تحديات تاني، بس تحديات تستاهل بقى، تحديات من النوع اللي بيكبر العلاقة ويقويها، مش التحديات البيزك اللي بيكون سببها بديهيات احنا مسقطينها. فلما بتكلم عن النقطتين دول قصاد بعض كده لازم نأكد على الاتزان بينهم. انا من حقي ان اكون مرتاح بشكل اساسي في العلاقة، ما يبقاش الستايل العام بتاع العلاقة هو الاستنزاف والإرهاق طول الوقت، ورغبتي وحرصي على ان انا ابرر نفسي للي قدامي، وان انا اكون حريص دايما لحسن اللي قدامي ياكل حقي. انماط العلاقات اللي مليانة ارهاق زي كده مش بتكون طبيعية اطلاقا ان هي تكمل، مش بيكون طبيعي ان هي تكمل كعلاقات قريبة، علاقات عميقة. يعني عادي جدا ان انا في علاقات شغل مثلا اكون حريص جدا، حريص على التوازن ما بين ان انا بعمل كل مسؤولياتي اللي عليا وما بين اني واخد بالي علشان ما حدش يضحك عليا او يستغلني بشكل ما. انما في العلاقات القريبة علشان اكون طول الوقت مستنزف وحريص لحسن اللي قدامي يستغلني، فدي حاجة من اتنين: يا اما انا بيتهيألي بسبب تجارب قديمة عندي ان اللي قدامي طول الوقت هيحاول يستغلني، فساعتها ده معناه ان انا محتاج اتعالج من اثر الماضي عليا، او الاحتمال التاني ان انا اكون فعلا اللي قدامي في بوادر لان هو بيستغلني، وبالتالي انا عندي اسلوب دفاعي طول الوقت علشان مش عاوزه يستغلني. لو اللي قدامي فعلا عنده بوادر ان هو بيستغلني فالعلاقة دي ما ينفعش تستمر كعلاقة قريبة او عميقة، ما ينفعش. لكن احنا بنقبل بالنوع ده من العلاقات علشان غالبا مش بنكون متزنين قوي، بنبقى مضغوطين من تجارب قديمة ومضغوطين من الخوف من اني ارجع لوحدي، فمقابل اني ما اكونش لوحدي تاني فانا لازم استمر في العلاقة دي، وبالتالي بقبل بالعلاقة كلها على بعض بكل الاستنزاف اللي فيها وعدم الاتزان. مش عارف اخد قرار. مفيش حاجه اسمها مش عارف.
يعني مفيش حاجه اسمها مش يعني انت لسه قايلين من 10 دقايق اخد قرار دلوقتي رد. ازاي؟ انا عايزه ارد دلوقتي حالا. انا لازم ابقى عندي رد دلوقتي حالا. انا وأنا لازم يبقى معرفش. عندي رد. يا لا يلا رد عليا بقى. معرفش يا زينب. مفيش حاجه اسمها معرفش. قول لي يا هشام. يا لا، الموضوع سهل. خد قرار. رد عليا. رد يا هشام. في ايه؟ رد يا لا. رد عليا. معرفش. مفيش حاجه اسمها معرفش. مفيش حاجه اسمها معرفش. رد عليا. مش عايز اكمل. مش عايز تكمل ايه يا هشام؟ احنا ما عندناش اوبشنز. هم يا اي في مفيش. في قاعدة أساسية جدا 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 محتاجين نحطها: الألم الناتج عن إني لوحدي ومش في علاقة أرحم بكتير من الألم الناتج عن وجودي في علاقة غير متزنة وغير مناسبة. ساعات اللي بره الموضوع ده واللي مش داخل في علاقة قريبة ما بيقدرش قوي يلقط النقطة دي، لأنه بيبقى حاسس إنه مفيش أسوأ من إن أكون لوحدي. لكن حقيقي الوجود جوه علاقة غير مناسبة وغير متزنة ضررها اللي بيقع عليا وعلى الطرف التاني أكبر بكتير جدا من وجودي لوحدي. تأخير الارتباط أفضل مليار مرة من إن أرتبط علشان ألحق قطر الجواز. أفضل مليار مرة من إني أرتبط علشان مجتمعي ضاغط عليا واحتياجاتي من جوايا ضغط عليا بسبب الوحدة اللي أنا فيها. الوحدة معاناة، وضغط المجتمع معاناة شديدة جدا. بس حقيقي الوجود في علاقة غير مناسبة وغير سوية معاناتها والضريبة بتاعتها أضعاف أضعاف، وبتفضل لآخر العمر. يبقى أول نقطتين كده أساسيين حطيناهم قصاد بعض علشان يوزنوا بعض: من حقي إني أكون مرتاح في العلاقات القريبة ليا، ومن واجبي إني أشتغل على نقط ضعفي، من واجبي إني أطور من نفسي. لا حقيقي في علاقات كتير جدا الاحترام فيها بيكون رفاهية ما بيعرفوش يوصلوا لها، في هزار أو في جد. يا جماعة انعدام الاحترام حاجة من البديهيات الغير مقبولة. يعني وسط الخناقات في طرف بيتجاوز في حق التاني ويرجع بعد الموقف يعتذر. ساعات كتير في طرف بيضطر يقبل نوعية هزار يقلل منه علشان ما يتقالش عليه قماص.